اكتشف مرضه بالصدفة وآخر جملة قالها: أنا ما بشحتش، أنا بس عاوز أعيش. الفنان طلعت زين. الجمهور عرفه من خلال ظهوره مع المطرب عمرو دياب في كليب راجعين سنة 1996، وكان بيغني وبيقول: وتعالى تعالى تعالى يا حبيبي العمر تعالى. وقتها حقق من خلاله شهرة واسعة، وبالرغم من دخوله عالم الموسيقى والغنى كان بدري، بس انطلق في عالم التمثيل متأخر شوية. وبدأت الناس تعرف وشه في قلب جريء وأفريكانو، لحم رخيص، إزاي تخلي البنات تحبك، ما تيجي نرقص، أحلام عمرنا، والديلر. البنات حبوه، وبقى كل فيلم يخرجوا يقولوا: هو مين الواد الأسمر الحليوة ده؟ فضل طلعت زين كل عمل درامي أو سينمائي يتعرف أكتر وأكتر، لحد ما جت الريح بما لا تشتهي السفن. عرف إن عنده مرض سرطان الرئة بالصدفة لما اتصاب بنزلة برد وكحة شديدة، وده كان بسبب التدخين. اتعامل مع الموضوع ببساطة ومن غير اهتمام، لحد ما حالته الصحية اتدهورت أكتر وأكتر. ساعتها راح للدكتور قال له لازم تعمل إشعة على الصدر. اتفاجئ بوجود خراج كبير على الرئة. وقتها قرر إنه يسافر للندن وعمل عملية جراحية استمرت لمدة 11 ساعة، بس العملية نجحت وكله بقى تمام. بعدها كمل رحلة للعلاج بالكيماوي اللي غيرت كتير في ملامح وشه. وزنه بدأ يزيد بشكل كبير. وقتها السرطان هاجمه من تاني. اضطر بعدها ان هو يعمل عملية كبيرة في المخ، بس خرج منها لا بينطق ولا بيتحرك ولا كمان مركز، لدرجة انه ما قدرش انه يتعرف على اصحابه. فضل على كده لحد ما مات في يوم 14 اغسطس سنة 2011، وكان عمره ساعتها 56 عام. قبل وفاته بأيام وجه الفنان طلعت زين رسالة عتاب مليانة بالحزن والقهر لنقابة الموسيقيين والمهن التمثيلية. ده طبعا لأن هم ما اهتموش بيه ولا حتى رفعوا سماعة التليفون يطمنوا عليه. ده غير إنهم أهملوه تماما وسابوه يتحمل نفقات العلاج والمستشفيات على حسابه. كانت آخر كلمات طلعت زين للنقابتين: أنا لا أتسول منهم، لأن الحالة مستورة الحمد لله، ولكن على الأقل كنت أتمنى التكرم بالسؤال عني. وصل حد التجاهل اللي تعرض له طلعت زين إن تشيع جنازته لما غاب كل النجوم والمبدعين عنه في وداعه، باستثناء المخرج عمرو عرفة، وده لأن كانت في علاقة صداقة بتربطهم ببعض. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا كومنت ولايك وشير، وما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وتيك توك باسم المصطبة، ولو بتتفرج على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. كان معاكم أحمد سيد.